يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتوا عم تحضروا هذا الفيديو. اليوم رح نحضر مع بعض كيكة الليمون. خليكم معي لنشوف طريقة تحضيرها، والمكونات بتلاقوهم بصندوق الوصف. رح نحتاج لأربع بيضات بحرارة الغرفة، وكوب سكر 250 جرام، وممكن تزيدوا كمية السكر على حسب الرغبة، ومعلقة صغيرة فانيليا، ورشة ملح. وهلأ رح نخفق على سرعة عالية من 5 ل8 دقايق، أو لحتى يصير القوام رغوي ولونه فاتح. بهذا الشكل مثل ما شايفين. ممكن تخفقوهم بالخلاط. هذا هو القوام المطلوب. هلأ رح نضيف بقية المكونات. رح نضيف كوب إلا ربع زيت نباتي بالتدريج ونحن عم نخفق. ورح نحتاج لكوب إلا ربع عصير ليمون. أنا رح ضيف نص كوب وكمل بقية الكمية مي. رح ضيف عليها الربع كوب من المي، وانتو فيكم تضيفوا الكمية اللي بتناسبكم من عصير الليمون، وبتكملوا بقية الكمية بالمي. ممكن تضيفوا الكمية كلها عصير ليمون. هلأ رح نضيف المواد الجافة. رح نحتاج لكوبين طحين 350 جرام منخولين، ومعلقتين كبار بيكنج باودر، ومنخلطهم مع بعض، ومعلقة كبيرة برش ليمون. هلأ منشغل على سرعة منخفضة، ومنضيف الطحين بالتدريج، وما بدنا نبالغ بهاي المرحلة بالخفق. هيك صار الخليط جاهز. هلأ بالسباتولا رح نقلب الخليط من تحت لفوق بهاي الطريقة، بس لحتى نتأكد انه ما في تكتلات بالأسفل. هيك صار جاهز. أنا هون حضرت مسبقا القالب، دهنته بالزبدة ورشيته بالطحين، ومقاسه 26 سنتي. رح نضيف الخليط، وبنرفع ايدنا لفوق ونحن عم نضيف الخليط لحتى يدخل الهواء على الخليط. وبهاي الطريقة منطالع الفقاعات. هلأ رح ندخله على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180 من 40 ل 45 دقيقة. هون بعد مرور 35 دقيقة شوفوا الارتفاع ما شاء الله. وبعد 40 دقيقة طالعته من الفرن. وبنختبره بعود خشبة مثل ما شايفين نضيف. تركتها على الطاولة 5 دقايق لحتى تهدى. وهلا رح نقلبها على الشبك. شوفوا ما شاء الله اللون والشكل بشهى. هلا رح اتركها على الشبك لحتى تبرد تماما. وبهالوقت هذا رح نحضر الصوص. طبعا هذا الصوص اختياري، وفيكم تستمتعوا فيها وهي سادة، بس بنصحكم تجربوا معها. هذا الصوص جدا لذيذ. رح نحتاج لنص كوب حليب مكثف محلى، ورح نضيف عليه هون ربع كوب عصير الليمون، وبنخلطهم مع بعض.
هذا هو القوام المطلوب. وهون بعد ما بردت الكيكة تماما راح نضيف الصوص اللي حضرناه. والتزيين برجع لكم على حسب الرغبة. حبيت زينها بقطع الفراولة وشرائح الليمون والنعناع وبرش الليمون. هلا رح ناخد قطعة ونشوف شكلها من جوا. شوفوا ما شاء الله ارتفاعها ولونها. جدا هشة وناعمة. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله.